ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير دايما يا رب. اهلا وسهلا بكم في قناتكم اختيارات اي حاجه. ندعي لاخواتنا في غزه ربنا يرفع عنهم البلاء وينصرهم، ويا رب الاغذيه والمساعدات توصل لهم يا رب يا رب، اللهم امين. النهارده بقى عايزه اكلمكم عن الاعلان السابع اللي نزلته وزاره الاسكان. الاعلان السابع الناس اتصدمت يا جماعه منه. ده بسبب الشروط الجديدة اللي ما شفناهاش قبل كده في الإعلانات السابقة. والشروط بصراحة المرة دي غريبة. يعني الشروط المفروض ان هو الإعلان نازل لمتوسط الدخل ومحدود الدخل. المقدم بعد ما كان 30 وبعدين بقى 35 بقى 50,000 جنيه المقدم. مش مشكلة، الناس بتعمل المستحيل وبتجيب المقدم، لكن الناس استغربته هو الأقساط الربع سنوية. الأقساط الربع سنوية دي يا جماعة يعني غريبة جدا. أولا القسط 12,500، فمين متوسط الدخل أو محدود الدخل، المفروض إن ده موجه لمتوسط الدخل أو لمحدود الدخل، مين يقدر في 3 شهور يحوش 12,500 من قوته وقوت عياله. والمفروض ان كمان اللي مقدم ده قاعد المفروض في ايجار، فهو بيدفع ايجار وبياكل وبيشرب ويصرف على اولاده، ومطلوب منه كمان ان هو يشيل مبلغ على جنب كل شهر، حوالي 4,000 جنيه دول على جنب كل شهر علشان يدفع القسط الربع سنوي. تمام. وبعد كده السنة اللي بعدها ال 12,000 بتبقى 13,500. فالناس مصدومة 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 من الشروط الجديدة بتاعة الإعلان رقم 7. يعني حتى الحلم الناس كانت بتحلمه إن هي تقدم وتاخد شقة ما بقاش موجود. الحلم عمال يبعد، كل مرة بيبعد وبيبقى مستحيل على الناس. يعني أولا سعر الشقة كمان غالي جدا جدا. كل الشروط اللي نازله شروط مش معموله لمحدود الدخل اطلاقا. طبعا احنا هنا كل اللي بنطالب اعاده النظر في الشروط دي يا جماعه. المفروض ان انتوا بتسهلوها علينا مش بتصعبوها علينا. بالنسبه لي بقى انا، عشان الناس اللي بيقولوا لي ليه يا سوسو ما خدتيش شقه لحد دلوقتي، بصوا يا جماعه انا لحد دلوقتي، ولو في حد من اخواتي المتابعات اللي كانوا معايا في القصه دي يشهد على الكلام ده، ده رابع اعلان احاول اقدم فيه. كل ما اعمل حسابي مثلا التقديم كان ب30 بقى ب35، بعد احوش 35 يبقى ب40 و45 الاخر اعلان. الاعلان اللي بقى الاخير ده بقى ب50. مش سهل يا جماعه، مش سهل ان الواحد يوفر 5000 يعني قبل الاعلان في ثانيه. يعني برضو احنا كلنا يعني اللي عندهم قنوات ولا كل اللي فاتحين سوشيال ميديا على فكره مليونيرات لا، ده في فئه العاديه بتاعتنا احنا اللي بتشتغل عادي من غير اي عوامل خارجيه. دول ناس زيهم زي الموظفين ويمكن اقل كمان، لان احنا ساعات بنقعد بالثلاث شهور وبالاربع شهور عشان نقبض مثلا نكمل ال5000 دلوقتي بقى بالمصري، ممكن تاخديهم في 4 شهور. فمش كل، وانتوا شايفين الشغل قدامكم يعني، مش كل القنوات ولا كل اللي شغالين في السوشيال ميديا يعني يقدروا على المبالغ الكبيرة دي. تمام. ففي ناس فعلا بتبقى ظروفها على قدها، بتحاول تجاهد وتربي عيالها، تدخلهم تعلمهم، تصرف على عيالها، في حاجات كتيرة جدا ضرورية بيتصرف عليها. فلان انت تحوشي اصلا دلوقتي بقى صعب جدا ان انت تحوشي، فبتيجي على نفسك في حاجات معينة، بتيجي على نفسك في حاجات بتتنازلي عنها كتير عشان خاطر تقدري توفري على قد ما تقدري مبلغ. فكل ما كنت اوفر مبلغ التقديم ويجي الاعلان واعمل حساب وانا اوراقي كلها مستوفيه، يعني لاني ما خدتش قبل كده. هحط لكم على فكره الشروط تحت في اول تعليق مثبت. ما اخدتش قبل كده وحده سكنيه من الدوله، فكل الشروط متوفره وكده.
ويضيفوا عليها كمان ان انا عندي شهاده اعاقه، ومع ذلك ما خدتش، ما بتوفقش. اسبقيه الحجز دي كارثه في حد ذاتها. يعني في ناس يعني مقدمين من الاعلان الثالث ومن الاعلان الرابع وما اخدوش لحد دلوقتي. فبجد يعني لازم اعاده نظر في النظام. بانيين كتير، بانيين شقق كتير جدا، وبانيين مشروعات كتير، وبانيين مشاريع في كل حته، وبشوف شقق في كل حته، ومع ذلك انا حاسه انه في حاجه غلط في النظام بتخلي اللي مقدمه من الاعلان الثالث ما استلمتش لحد دلوقتي. في حاجه غلط. يعني اتمنى يبقى في اعاده نظر من وزير الاسكان، من القائمين على الموضوع. اتمنى يبقى في اعاده نظر عشان الناس اللي قدمت تستلم، عشان الاعلان اللي بعده الناس تبقوا عارفين حجم الاحتياج قد ايه. يعني انا شايفه الشقق كتيره جدا واللي استلموا قليلين جدا. فالمشكله فين؟ ما عايزين نفهم المشكله فين. والاعلان الاخير، الاعلان السابع ده كان صدمه لكل الناس، لكل الناس بجد. الشروط بقت جامده جدا. فالله المستعان. وادعوا لي وادعوا لكل اخواتي اللي بيقدموا، وهسيب لكم طبعا الشروط كلها في اول تعليق مثبت. والله المستعان، مش هنقول غير كده، الله المستعان. وناس كتير قوي بيتكلموا عن الايجار التمليكي، ما شفناش اي ايجار تمليكي نزل. كل شويه يطلع لنا قناه من القنوات اللي هي بتاعت الاسكان. طبعا القنوات دي للاسف الواحد يعني زهق من كتر ما بيتاجروا، عايزين مشاهدات عايزين مشاهدات، وما بيقدموش معلومه حقيقيه للبني ادم. يعني اتكلموا كتير عن الايجار التمليكي. اين الايجار التمليكي وكيفيه التقديم؟ محدش قال. طب نقدم فين؟ محدش بيقول. طب هينزل امتى؟ محدش بيقول. لان الايجار التمليكي ده عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره يعني بيعمل الحاجه اللي البني ادم نفسه فيها لو مش قادر يشتري شقه، اللي هو الاستقرار. انك تستقر في شقه لمده 7 سنين، تدفع عادي كانك بتأجر، تأمين عادي، وكمان الدولة بتشيل معانا في الإيجار، يعني بتدينا بإيجار معقول. ده اللي أنا عارفاه في الإيجار التمليكي. فأين ده يحل مشكلة كبيرة جدا للناس اللي مش قادرة على التقديمة، والناس اللي مش قادرة على الأقساط. هيحل مشكلة. يعني كأني بدفع، ما أنا بدفع أهو إيجار في هنا، مثلا أدفع أحسن لشقة قاعدة فيها 7 سنين مستقرة، وممكن بعد ال7 سنين اقدر اشتري الشقه اللي انا فيها. دي حاجه كويسه، بتديكوا احساس شويه بالامان. فين بقى الايجار التمليكي ده؟ مش موجود. ويعني زمان انا كان في حاجه اسمها التعداد. كان موظف التعداد ده يعدي ياخد اسمك وعندك كام عيل، مرتبك قد ايه، والكلام دوت. نفسي يعملوا حاجه زي كده تعمل حصر للناس اللي مأجرة قانون جديد، والأسر اللي عايشة في قانون جديد، واللي هي تستحق. يعني في أسرة بقالها 18 سنة في قانون جديد، في بقاله 15 سنة، في بقاله 20 سنة، في بيته اتخرب بسبب القانون الجديد. فنعمل حصر للناس اللي مأجرة قانون جديد ومتعذبة فيه. الناس اللي قربت تكبر زي حالاتي، يعني أنا فاضل لي 3 سنين ويبقى ماليش تقديم، يبقى وصلت 50 سنة بالظبط. 3 سنين ويبقى عندي 50 سنة. طيب هيبقى ما عنديش فرصة للتقديم خلاص. يعملوا حصر للناس دي. يعني يا ريت لو في بجد جدية ان انتوا تريحوا الناس. يعملوا حصر للناس اللي مأجرة والناس اللي تعبانة في الإيجار الجديد، ويبقى ليهم أولوية، يتعمل لهم أولوية في التقديم، أولوية في إن هم ياخدوا شقق، أولوية في إن هم ياخدوا في الإيجار التمليكي، ويبقى ده يبقى رضا جامد قوي من عند ربنا. فالواحد بيتمنى ده بجد. يا رب صوتنا يوصل لحد مسؤول، وحد يكون يعرف ربنا، يراعي الناس اللي خلاص ابتدت حلم إن يبقى عندهم شقة، خلاص ابتدى يضيع منهم، وبجد الواحد ما بقاش قادر يحوش ويوفر ويشيل، ويعني ما يعيش تماما. يعني انتوا عشان نحوش اليومين دول ما نعيش تماما، ما ناكلش، ما نشربش. فالله المستعان، الله المستعان بجد.
وربنا يوفق كل الناس يا رب. ويا عالم يا رب، ربنا يبدل حال من بعد حال، ويطلع قانون يريح الناس كلها. و... والله المستعان يا رب، الله المستعان. يا رب كل الناس اللي نفسها ان هي تبقى مستقرة في بيت، ربنا ينولها اللي نفسها فيه يا رب. وبحبكم جدا في الله يا اغلى اخوات في الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.